أم محمود من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا بغيت أقول لكم عن سالفة اليوم صارت في المدرسة. طيب عندي ولد في ابتدائية، أول ابتدائي، فقمت الصبح أشوف مظاهرات قدام بيتنا وعاصفين الدنيا وزحم، يعني مظاهرة بشكل أنا اللي كبيرة في السن خفت، ورحت المدرسة أبي أخذ ولدي من المدرسة. قامت المدرسة، طبعا مو بكل المدرسات، الخونة منهم فقط، وطبعا معروف ان الخونة منهم معروفين، قاموا ووقفوا لي وقفة انه مو من حقش تاخذين الجاهل من المدرسة على قولتهم، وقفوا لي وقفة في المدرسة، ولدرجة ان هم يبون يحاوطوني وينادون الحارس مال المدرسة انه ما يخليني اطلع من المدرسة انا وولدي، والله يعلم شلون انا طلعت من المدرسة وطلعت من يدهم، الله يعلم شلون. يعني احنا نبي نعرف. الحين انا قررت يعني من اليوم اللي اخذت ولدي من عقب هالسالفة اللي صارت ما اخلي ولدي يروح المدرسة. يعني اتمنى ان الشيخ يقول لي شنو التصرف الصحيح اللي انا اسويه. نهد عيالنا في يد خونة لأبعد الحدود، عيالنا مو في امان عندهم. انا مرة كبرني تسووا لي رعب، بغوا يذبحوني دقيقة واحدة في المدرسة. يعني شحال اليهال اول ابتدائي شلون نهدهم في المدرسة ويا بلن اوادم؟ لمتى احنا بنسكت؟ لمتى؟ وبالعلم ترى انا يا شيخ شيعية، الاصل شيعية، لكن انا الحين اقول انا واشكره وعلى الهواء مباشرة متبرية منهم ومن هالدين، متبرية منهم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اتمنى الشيخ يعطيني حل، يعني يعطيني حل ان شاء الله. بإذن الله. حاضر حاضر. تسلم يا شكرا لك محمود. اسال الله ان يثبتك على الحق. امين يا رب. اسال الله ان يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه. آمين. اسال الله ان يكشف عن بصائر كل الشيعة الغشاوة والضلال الذي على عيونهم، وان يريهم الحق ويتبعوه باذنه تعالى. تعليقكم يا شيخ على هذا الموقف وعلى هذه البادرة على الهواء مباشرة. الان سمعتم هذه الاخت وهي تعلن التبرؤ من هذا المذهب الباطل. تفضلوا شيخ. انا اولا شاكر لك على الاتصال بوصال، وفعلا وصلتي الى الوصال ان شاء الله. انا لا شك الكلام التي قلتيه بالنسبة لهؤلاء الخونة فعلا وانهم اجرام، هذا كلام اتفق معك جملة وتفصيلا. نصيحتي بان ابنك باذن الله تبارك وتعالى ان تنقله الى مدرسة اخرى لكي لا تكون له عداوة، ولكن اللي هو سيحصل اذا رجعت البحرين كلميني على رقم هاتفي، اتكلم مع الوزير ينقل هذه المدرسات او يقيمهم اذا انت تعرفينهم شخصيا، لان هؤلاء او اللاتي يعني قمنا بهذا العمل لا يمكن ان يعملن لتدريس ابنائنا. وانا بالامس هناك مداخلة ساعيد اربط هذه القضية مع قضيتك، وهو عندما قالت اللي درس ابنائنا هم الرافضة، كيف نؤمنهم على ديننا ونأمنهم على ابنائنا؟ لا نأمنهم نعطيهم كتابنا ونقول درسوه، ونؤمنهم على ابنائنا يدرسونهم. لذلك كثير من ابنائنا الان يتباكون، وعندنا قصص كثيرة جدا لو كان الوقت يسع لتحدثنا عن القضايا الكثيرة التي اضرت في الحقيقة ابنائنا في هذا الجانب. ولكن هذه المنفعة الان التي وصلت اليها والقناعة ان الخونة ورجوعك الان واقرارك الان امام الناس، ونسأل الله ان يثبتك على هذا الدين وان تتعلمين كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا هي عندنا الان فرحة اكبر من الفرحة التي نحن الان نتحدث عنها. ان الناس كشفت هذه القضية، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، واسأل الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يثبتك على هذا الدين وعلى هذا المنهج القويم، وهو كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن قلبك ولسانك عن السب والشتم في أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين. ثم أقول عليك أن تدعين كل من تعلمين
من إخوان وجيران وأصدقاء إلى هذا الحق المبين، هذا الحق الأبلج، وتتنحون عن الباطل اللجلج الذي ضيق الصدور وضيع الأمة ونسر الأمة. ابنك إن شاء الله تعالى هذا من أعظم الفوائد، بأن ابنك إن شاء الله يكون من أهل السنة والجماعة، ويكون عالما ربانيا يحفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون داعية لهذه المصيبة، لأن المصائب تأتي إن شاء الله لنا بخير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهديك ويهدي أبنائك وزوجك وعشيرتك وكل من تحبين وكل من تدعين إليه. حقيقة يا شيخ سعدنا والله من البارح حتى اليوم اخواني المشاهدين، من البارح حتى الليلة ونحن في اخذ وعطاء وضرب على الاخماس في اسداس، لكن والله وتالله وبالله اتصال ام حمود مسح كل ما كان في الصدور، ولله الحمد والمنة. نسأل الله العظيم أن يثبتها، نسأل الله العظيم أن يثبتها، نسأل الله العظيم أن يثبتها. وكان هذه منحة بعد المحنة، لله درها ولغيرها، ونسأل الله أن يريها الحق حقا ويرزق اتباعه مجددا. طيب.